السلام عليكم، معاكم ملوكة من قناة ملوكة الإخبارية، ودي نشرتنا السريعة اللي فيها أهم الأخبار اللي حصلت في مصر والعالم. خليكم معايا. أول خبر: قرارات رئاسية مهمة. الرئيس وجه الحكومة بالاهتمام بالخدمات في القرى، خصوصاً المستشفيات والمدارس، وطلب الإسراع في تطوير شبكات الطرق والكباري في المحافظات. تاني خبر: البرلمان والقوانين الجديدة. البرلمان بيناقش قانون لحماية الخصوصية على الإنترنت، وبيفرض عقوبات على اللي ينشروا صور أو معلومات عن الناس من غير إذن، وكمان في قانون لتسهيل إجراءات المشاريع الصغيرة للشباب. ثالث خبر: الاقتصاد والأسعار. وزارة التموين أعلنت عن ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية زي السكر والزيت والرز علشان الأسعار تفضل مستقرة، وفي عقابة مشددة على الأسواق ومتابعة لحركة الأسعار. رابع خبر: موجة حر. هيئة الأرصاد بتقول إن في موجة حر قوية، والجو هيكون شديد الحرارة على أغلب المحافظات. النصيحة: ما تخرجوش وقت الشمس واشربوا مية كتير. خامس خبر: التعليم. وزارة التعليم بدأت الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وبتجهز المنصات الرقمية علشان الطلبة يلاقوا الشرح بسهولة، وكمان بتركز على تدريب المدرسين على المناهج الجديدة. سادس خبر: الرياضة. الأهلي بيستعد لمباراة مهمة في الدوري، والمدرب بيجهز تشكيل هجومي قوي، والزمالك بيشتغل على التعاقد مع صفقات جديدة، وفي كلام عن ضم مهاجم من شمال أفريقيا. والخاتمة: وده كان ملخص نشرتنا من قناة ملوكة الإخبارية. تابعونا دايماً علشان توصلكم الأخبار بشكل بسيط وسهل. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وتكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. مع السلامة. أزرق.